عايزه اجابه. سؤال واحد لسه ما سخنش. سؤال واحد، بننضف المطبخ ليه لما العيد كله آلية؟ بنضف المطبخ ليه؟ جنى هاتي الاضاءه عليا. يلا. بننضف المطبخ ليه؟ بس يا حبيبي، بس يا حبيبي، بس يا حبيبي، بس صدعت. كانت يعني شغله مهببه. ادوني تفسير تبريل. انت كده الناس هي هتشوف، ما احنا مش هنشوف يعني. ايوه كده. ليه 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 بننضف المطبخ يا بابا؟ الزيت ما سخنش ليه برضو؟ ليه بننضف المطبخ التنظيفه دي كلها لما احنا هنفضل طول العيد نحمر ونقلي؟ طب ما هو العيد الصغير بننضف وفي العيد بنرتاح. اديني تفسير، عايزه تبرير. القمر زعلان ليه؟ القمر مرهق شويه. مرهقه. وانتوا طيبين يا حبايب قلبي والله، وانتوا طيبين. هنخرج من المطبخ امتى؟ طيب هخرج من المطبخ امتى؟ انا مخطوفه هنا. خبر ابيض يا ساره على اللي حصل لك يا ساره واللي جرالك. كنت قاعده في بيت بابا متهنيه. رحت امبارح عند بابا والله ما قمت من مكاني. كنست بس عشان الحلفان، كنست مكان مكاننا. ماما كانت عامله محاشي وكانت عامله ممبار، وجيت اقوم قالت لي ابدا ابدا يا ساره. لكن انا هنا ليه كده؟ ليه؟ لا اله الا الله. يعني ايه ده؟ بتعملوا ايه؟ انا عايزه افهم بتعملوا ايه؟ بحبك قوي يا قمر. القمر. سوسو عامله ايه؟ عامله ممبار. عامله ممبار. انتوا فين؟ انتوا سايبيني ليه؟ انتوا سايبيني عند الناس دي ليه؟ انتوا مش قلتولي ان انتوا بتحبوني وعايزيني اعيش معاكم؟ يا ماما. نعم. امنيه قولها. لا شيرت. يا رب. يا ساره. وبعدين معاكي يا ساره. وبعدين معاكي يا ساره. كنت اعرف واحده كانت بتقول اسم حلو قوي، ربنا يمسيها بالخير، كانت بتقول لي ساره. كنت بحبها قوي والله. كنت بحبها جدا، كانت بتقول لي ساره. ربنا يمسيها بالخير. بصوا بقى، النار مش عايز تسخن بسرعه. انا في عليا مؤامره كونيه. الغريب بقى امبارح عند ماما ولا ده بصوا، عشان انا حاسه ان الزيت مش راضي يقوم. هاخده هنا وهنا، نعمل هنا يعني. احنا هنسكت، احنا هنغلب. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. اتغديتوا ولا لسه؟ بقول لكم ايه، تعالوا اقول لكم يا بنات، تعالوا اقول لكم. بتعملي ايه يا حلوه؟ بعمل الغدا. بصي بقى، تعالوا اول انا اقول لكم. الصوره حلوه وصوت حلوين؟ لو الصوره وصوت حلوين قولوا لي وانا اقول لكم. يا ساره، نونا الشربيني، يا نهى. منوره يا شيف، كل سنه طيبه وبخير. ربنا ما يحرمناش من سيادتك الحلوه ويخليكم ليا يا حبايب قلبي وقلب قلبي من جوه.
المهم بقى تعالى اقول لكم، انا مش هسكت على اللي حصل. اول يوم العيد انتوا عارفين طبعا انا طلعت معاكم لايف، وايه قبل ما هيثم ينزل قلت له انا عايزه العيديه بتاعتي. المهم راح مديني طبق لحمه، فتح الفريزر وطلع لي طبق لحمه وقال لي هو ده عيد اللحمه. قلت له شكرا يا حاج، تسلم يا باش مهندس، مش عايز منك حاجه. المهم الراجل كان عامل لي مفاجاه وكان جايب لي بوكيه حلو قوي قوي يعني، واداهولي وبتاع عايش البوكيه اللي بابا جايبهولي يا جو. كان جايب لي بوكيه حلو قوي وبتاع وعامل لي سربرايز حلو وبتاع. المهم انا صورت معاه ايه بقى تيك توك، واصلا انتوا عارفين يعني ايه انا جوزي ما برضاش يظهر، بتحايل عليه عشان يظهر معايا، بظهره كل فتره. يعني ايه لما يبدا يطلع اشاعات ان انا انفصلت، الاقي بقى مثلا كام جروب كده بيقولوا إيه ساره سمير انفصلت وبتاع. الله اكبر، الله اعظم، الله اكبر، الله اكبر. ادعوا ادعوا الاذان شغال كده، ربنا يستر بيوتنا ويهدينا ويبعد عنا كل شر يا رب، اللهم امين. هجيلكوا ثانيه يا جماعه، ثواني عشان النظافه بس. الاذان بيأذن يا بنات، ثانيه واحده بس هنبقى مع بعض، ثانيه واحده. قلت دعاء الاذان ولا لسه؟ قلت دعاء الاذان ولا لسه؟ يلا بينا بقى. المهم ايه، كل فتره كده الاقيهم ايه عاملين اشاعه، ده مش عارفه مين توفى، ده مين حصل لها ايه. المهم طبعا ده بيحصل بقى ايه لكل الناس، فده بقى مين اللي بيعمل الكلام ده؟ بيعمل الكلام ده الجروبات اللي عايزه ايه، جروب عايز يحط بوست يعلي ريتش، يجيب سيره اي حد مشهور ومحبوب، اي واحده محبوبه. لو ام حسين اللي على قاعده على اول الشارع بيحبوها هيجيبوا ام حسين ويتكلموا عليها. انا بقى كل ما الاقي فتره كل فتره كده، بس انا طبعا ممكن اخد سكرين شوت ونحط والكلام، بس انا عملت كده قبل كده. فاكرين السنه اللي فاتت نزلوا صورتي في جروب وكتبوا أربعينية للزواج. السنه اللي فاتت انا كان عندي 36 سنه، كتبوا أربعينية للزواج واسمي نهى
وعندي بنوته وعندي شقه، وكل اللي انا بطلبه الاستقرار. المهم فانا صحيت من النوم لقيت كميه منشن منكم الحقي ده عاملين وعاملين. المهم انا ايه، خدت سكرين شوت ونزلتها، فلقيت ان الجروب ده بدل ما يتقفل او يتحظر عالي 40,000 في نص ساعه. نص ساعه. يعني لو الجروب ده حاطط ميزانيه ان هو يعمل اعلان مثلا ب 30 40 الف جنيه مش هيعمل اللي احنا عملناه له. فقلت بعد كده من الغباء ان احنا ايه، اي جروب يجيب سيرتنا او اي حد مثلا زي مثلا صحف شاهد مش عارفه ايه، شاهد مش عارفه راحت فين جت منين عملت ايه. المهم فانا بعمل ايه، برد بحاجه صغيره، احط صوره مع جوزي، احط مثلا لما الموضوع بيكبر يعني احط صوره مع جوزي، اعمل معاه تيك توك. كنتوا عارفين ان هيثم ما بيرضاش خالص بالكلام ده نهائيا، فعملت تيك توك. شوفوا الكومنتات بقى. انا عايزه اقول لك الحقيقه، جوزك متجوز واحده اسمها ياسمين. اللي انت بتقولي له يا عم قلبي وعم قلبي ده متجوز واحده اسمها ياسمين. جوزوا الراجل في الكومنتات ل6 7 بنات. وعايزه اقول لك جوزك ده من بنها ومن هناك متجوز وعنده 4 بنات. وفي ايه؟ الكومنتات مشكله. رحت عند ماما شويه لقيت فيه جبروت. ايه ده؟ المشكله ان هو اصلا يعني هو اصلا اتجوزني وتاب. انا توبته. عايزه اقول لكم ان هو اصلا يعني خلاص هو يعني يستحيل يفكر ان هو يرتبط تاني، لان انا من النوعيات اللي ما يعني لا مش ما بتنسيش. انا اعرف ازاي يعني اخليه مش ان انا بقى شخصيه اجنن وقمر والكلام ده. دايمين خلي اقساط، خلي عليه طول الوقت اقساط. انا من ساعه ما اتجوزته وانا مخليه عليه اقساط، فهو كده لا يصلح يعني مش هينفع. ثم ان اي حاجه قد كده باسمي فاهماني، فالراجل هيروح فين؟ ده لو فكر بس كده ينتهي عمره. المهم فالكومنتات بقى بذمه ربنا، يعني انت واحده دلوقتي لا تعرفيني ولا اعرفك، جوزك اللي انت بتغني له ده متجوز واحده اسمها ياسمين. مين ياسمين؟ ليه ياسمين؟ طب اشمعنى؟ والتاني اللي بيقول لي جوزك ده اصلا من بنها. طب بالنسبه لحماتي وحمايه وعيلت دول كل دول ايه، جرافيك؟ كرتون؟ فبصوا اقول ايه، بس اقول ايه، انا مش عارفه اقول ايه. طب لو انا دلوقتي واحده ضعيفه الشخصيه وصدقت ان انا جوزي متجوز عليا، يعني مش عارف. الراجل اصلا انا اتجوزته وهو مستوي، يعني فاهمني اللي هو بس عايز عايز يعيش. فعايزه اقول لكم حاجات على فكره احلى منك يا ستي. طب ما هو مش سلفتي ومش ضرتي، ده جوزي. ربنا يا رب احلى منك. وواحده تانيه بقى عسل. على فكره الكومنتات معايا جوزك مز قوي يا ساره. هو في ايه يا جماعه؟ ما كانش تيك توك نزلته مع الراجل بيتعكس عيني عينك كده شويه كومنتات تموتكم من الضحك. عايزه اوريكم على التليفون ده، انا بقى بعمل ايه. انا بقى الفيسبوك ده بيعمل احسن حاجه تعمل فتنه، احسن حاجه. انا بقى كساره بعمل ايه، انا عايزين نطلع دي. انا كساره بعمل ايه، بعمل نفسي مش شايفه بجد والله. لا بدخل ارد عليها ولا اقول لها مثلا ما تعملي لنا منشن لياسمين، لا. ولا مين ياسمين دي، وارد مثلا ان هو كان واحده يعرفها زمان ولا حاجه. فخبر دماغي برضو ابقى قاعده. ايه؟ بيدخلوا البابا برايفت. اهي جانا بتقول لكم بيدخلوا البابا برايفت، بيخشوا له برايفت. يا بختك يا بختها بيك. ويرنوا عليه برايفت. هو في ايه يا جماعه؟ الكعكه فين دي معجبه ولا ايه؟ انا بقى بحب اكبر دماغي ازاي. انا لا عمري دورت ورا جوزي ولا عمري هدور، ولا بقى الشخصيات اللي امسك التليفون وادور واقلب.
انا هدور وهقلب على ايه عشان ايه اوصل لايه يعني عايزه اوصل لايه. انا مش من الشخصيات دي. يجوا مثلا هنا الحاجه ساره فلانه بتقول عليكي مين في صفحه مش عارفه مين، ده فلانه بتقول ساره سمير بتعمل ايه، ده فلانه بتقول، ده فلانه بتعمل زيك ايه. ما بديش لوداني وامسح الكومنتات. ليه بقى؟ وجود الكومنتات عندي بيسبب الجدل. يعني ايه يا بنات؟ تيجي فلانه اللي هما بيتكلموا عليها دي تقول لكم ايه؟ هي تشوف عندي ان هي مثلا حد جايب سيرتها تزعل، تفتكر ان انا اللي مخليهم يعملوا كده. فمن الاحسن، ودي بجد رساله انا بوجهها لكل الناس، لما حد يجيب سيره حد اعملوا بلوك. اعملوا بلوك لصاحب اللي بيكتب الكومنت ده، علشان ما نديش فرصه للمشاكل. انتوا فاهميني؟ انا ده اللي انا عملته. انا هنزل لكم دلوقتي في الكومنتات لما نقعد نحط الاكل. ثانيه واحده عايزه اعطس. يرحمكم الله، يرحمني الله. الحمد لله. ما حدش قال لي ليه يرحمكم الله يا ساره كده، ما حدش يقول لي. فانا يا بنات بجد لما واحده تيجي تقول لك ده فلانه قالت او فلانه عادت، كبري دماغك. دايما كبروا دماغكم، دايما اعملوا نفسكم مش شايفين. ما تشوفوش ده، ما تشوفوش اللي عايز يوقعك في واحده صاحبتك، يوقعك في حد انت بتحبيه. الحق هنا الحق هنا والحق دول. وعايزه اقول لك حاجه، ودايما هم عايزين يقولوا حاجه دي. يعني مثلا انا نفسي مثلا انت مثلا نهى، فانا عايزه اقول لك ايه بيني وبين نفسي، اقول ايه؟ انت فاكره نفسك حاجه يا نهى؟ انت ولا حاجه. بس انا ما عنديش الجرأه ان اجي اقول لك كده. اجي اقول لك ايه؟ انت عارفه يا نهى بيقولوا عليكي ان انت ولا حاجه. انت عارفه يا نهى مين اللي بيقولوا؟ لا، اوعي تسمعي لحد في مجال شغلك، في مجال بيتك، في مجال. انا بيجي لي مشاكل في بيوت عيله، دي سلفتي الصغيره قالت لسلفتي الكبيره كذا، ده اخت جوزي قالت كذا. يا حبيبتي حد قال لك في وشك؟ لا، ما حدش قال لي. هم بيقولوا. مين اللي بيقولوا؟ مين اللي بيقولوا؟ وما بيقولولكيش انت ليه؟ ما بيقولولكيش انت ليه؟ ليه دايما بيقولوا للناس التانيين؟ فانا من وجهه نظري ما نديش الحقي جوزك. انا الحق جوزي اعمل له ايه؟ هياخد لفته ويرجع. هياخد لفته ويرجع. ده مش عارفه بيكلم فلانه، انا ما شفتوش. انت شفتيه؟ لا بسمع. لا انت مش بتسمعي، انت عايز تخربي بيتي. لا انت مش بتسمعي، انت عايز تخربي علاقات حياتي. انتوا فاهميني؟ ثواني هاخد المنبر تاني هناك. انا حطيت كام واحده بس تاني كده. انتوا فاهمين انا عايزه اقول ايه يا بنات؟ عايزه اقول ان احنا ما ينفعش ان احنا ندي ودننا لاي حد. انا هو حاطه تيك توك مع جوزي ليله عيد ويعني اللهم بارك اللهم بارك. اتفرجوا على الكومنتات الحلوه، كومنتات حلوه بتتكلموا لصفحه شخصيه ربع مليون، اللايف عامل عليها رقم. كومنتات حلوه، ربنا يا رب يا ساره يهدي في سركم. انتوا عارفين الكومنت اللي اي كلام مثلا، اللي هو مش مثلا اللي هو مثلا بتاع ايه يا ساره خلي بالك من عين الحسد، اللي هو يعني انتوا فاهمين انا عايزه اقول ايه. فاللي هو ليه هنقول مثلا في ال 3 مليون مشاهده جالي 10 كومنتات، 4 بيسيئوا و6 جوزك متجوز عليكي او 7. اتجوز عليا مين؟ واحده اسمها ياسمين وواحده اسمها نهى. طب فين ياسمين ونهى؟ طب فين عياله؟ طيب يجوا يتغدوا معانا. هاتي لي عيش يا جوجو. قالوا لي خلاص انا جيت. بس فايه يا جماعه اللي انا بقول لكم، ما تدوش ودنكم لاي حد. واي حد عنده بيدج كبيره وحد بيروح يوصل لحد كلام، يعني انا مثلا صباح الخير، ايوه يا شيف ساره ازيك عامله ايه؟ اقول لها ازيك يا قمر، شفتي بيتقال فلانه بتقول لعلانه ان انت قلتي او ان حد بيقول عليكي، ما شتمت الا ما بلغ. احلى حد يجي يقول لك الكلام اعمل له بلوك، احلى حد بجد والله. واحلى حد يجي يوقع بينكم في اصله بسمع اصلي شفت، اعمل له بلوك. وما تخليش اي عندك كومنت من ده، الكومنت اللي بيوقع الدنيا في بعضها. يعني مثلا انا من فتره عملت حاجه، جت واحده بعد كده عملت حاجه، الحقي دي بتقلدك. ليه بتقلدني؟ ما يمكن تكون الحاجه حلوه وعملتها. الحقي ده ساره مثلا، انا ساره، الحق ساره ده قلدت فلانه. يا ستي ايه المشكله؟ عملت حاجه حلوه وانا شفتها وعقلي الباطن خلاني عملتها، ايه المشكله؟ ما هو انا دلوقتي ظاهره معاكي بوريكي المبار عجبك هتقومي تعمليه. مفيش حاجه اسمها مين بيقلد ومين ما بيقلدش ومين بيعمل دي اسمه خراب. الناس بتبقى عايزه تخرب بعض، انتوا فاهميني؟
لا مش انا، دي اختي منى بالظبط كده. لا مش انا، دي اختي منى. برافو عليكي يا نهى، برافو عليكي. خبرة بتاع الحلاوه يا ولاد، الحلاوه دي بحب الاكله دي قوي. يبقى سيدي يا ساره الطبق ده، والله انا عينيا يا ام لمار، انا عينيا، ده انتوا تأمروا امر. عملتوا ايه في العيد؟ احكوا لي. شويه سلطه بقى زي ما الكتاب قال. ريحه السلطه عسل. انا كلكم اللي داخلين لجوزي على الخاص، انت تستاهل واحده احلى من كده، وتستاهل واحده احسن من كده. خلاص يا اختي اتجوزني ونصيبه كفايه. مين بقى الاحلى من كده حضرتك؟ ايه؟ واحده دخلت تقول انا سنجل يا بنتي. جدا للزواج. ايه؟ جدا للزواج. انا سنجل. طب هو دخل سأل حضرتك ولا ايه؟ الواحد بيشوف بلاوي والله العظيم. بس البلاوي دي بقى ما تجيش في كلمه حلوه من اللي بشوفها منكم بامانه. يعني لما تيجي تقولي لي يا ساره مساوئ السوشيال ميديا ولا مميزاتها، انتوا المميزات، اخواتي واصحابي والضحكه الحلوه والظهر مستند. لا انتوا عندي، انتوا الحب بصراحه. يعني احنا مش هننكر الموضوع ده، انا بحبكم قوي قوي. فالمساوئ دي بقى بتبقى بسيطه. يعني مثلا لما يجي لك 3 4 كومنتات سلبيين في فيديو عامل مليون مشاهده، ده احنا كده في قمه الولا يا ولا. المفترض البني ادم بيكون ناجح لو مثلا بيتفرج عليه 100، 55 واحد حبوه، 45 واحد ما حبوهوش. لا احنا عندنا هنا ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يخلينا لبعض بجد. قولي لي بقى اكلتوا ايه النهارده؟ ساره العسوله القمر، عيد سعيد عليكي يا روح قلبي حبيبتي. انا اللقمه الناشفه دي عندي بالدنيا وما فيها بجد. انا بس ببقى مستغربه يعني ليه خراب البيوت؟ تيجي في كومنت قدام كل الناس واصل جوزك متجوز فلانه واسمها ايه؟ ايه ده يعني ليه كده؟ بصوا التلج مع السلطه بيخليها ساقعه وطعمها عسل. ايه؟ ام يزن، ام ياسين، ام بس جنى فالواحد هيقول ايه؟ لا اله الا الله. خراب بيوت على الفاضي، مشاكل على الفاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. وحشتوني قوي 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 فوق ما تتخيلوا بجد. عيدكم ابيض، عيدكم مسكر، عيدكم بيضحك، عيدكم فيه كل حاجه حلوه في الدنيا. احنا لسه ما عيدناش. انا امبارح بس حسيت بالعيد شويه لما رحت عند ماما، بس جوزي ما جاش معانا عشان الشغل، عنده شغل طبعا انتوا عارفين. اول مره النهارده والله العظيم هياكل معانا في العيد، اول مره. اللي هو متجوز ياسمين ونهى وضحى اللي هو متجوز نص مصر ده، اول مره هيفطر معانا، هيتغدى معانا النهارده، وتعبان نام اصلا. اول يوم العيد ما اكلش معانا. بصوا شويه الفته، شويه فته، شويه بقى ممبار. هاتوا نكمل الطبق، مش هقلي تاني علشان ايه. اهو بصوا الجمال ما شاء الله ولا قوه الا بالله. شويه ممبار عسل العسل. هموت انا في المقاس الصغير ده. بصوا المقاس ده، بصوا ما شاء الله، تبقى صغنن وحشوته جميله، اللهم بارك. احنا عايزين اول ما نطلع من العيد نرجع تاني نعمل دايت، عشان يا بنات العمليه كده بتوسع مننا. احنا كده
جيت ساعه مشكله الموبايل كل اللي شافني انت عامله ايه، انت خسيتي خالص، زعلانه. عملت ان انا زعلت، عملت ان انا اتقهرت، عملت ان انا ما بنامش زعلانه. لا اصل انت خسيتي خالص، يعني زمان كنت خاسه شويه من بعد موضوع التليفون ده وانت اختفيتي ليه؟ امال كل ده ايه؟ كنتش باكل خالص ساعه موضوع التليفون. قعدت لي 4 5 ايام بشرب عصير ليمون بس، قطع الاكل نهائي، ولحد دلوقتي بطني بتوجعني لما باكل. امبارح ماما عامله الاكل اشكال والوان، انا ما قدرتش اكل، اخدت صباع ممبار واخدت حاجه بسيطه كده وما قدرتش اكل. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. خلصت الغدا يا بنات. قولوا لي بقى اكلتوا ايه النهارده؟ شفتوا الفيديو اللي نزلته لكم امبارح؟ يا رب يكون عجبكم برده. احنا كده خلصنا فته ممبار ومشكل. والكاميرا جايبه كله ولا مش جايبه؟ بطاطس محمره وسلطه، وطبعا العيش الناشف عشان اعرف ايه. ثواني كده، شفتوا الاكل ما شاء الله. خلصنا يا بنات. انا كلمتكم وانا بحمر الممبار وبحمر المشكل ده. بقى دايما انا بعمله يوم الوقفه واحطه في التلاجة. ثواني هوريكم العلبه. بيبقى طحال، وبصوا واحده طحال ما شاء الله اهي، وكرشه ولحمه راس وفشه. بس المره دي ما لحقتش فشه في المحل ما شاء الله، كانت خلصت. بسلقها واحطها في التلاجة كده جنب بعضها، وباجي بحمرها في معلقه سمنه بلدي وشويه زيت، وبديها دقه بس، يعني ملح وفلفل وكمون. والحمد لله الطبق ده بيفضل معانا طول العيد. احنا بناكلها طول العيد ممبار وفاكهه. اعمل حله الممبار واسلقها واحطها في التلاجة، بغطيها كويس طبعا. بيفضل بقى معانا كده كل يوم بقى لي ممبار. وبعمل كده ممكن بقى في مره في النص، زي امبارح مثلا. احنا امبارح كنا عند ماما، ممكن مثلا تروحي عامله صينيه رقاق باللحمه المفرومه، ممكن مثلا تروحي عامله الفته طبعا اساسي اول يوم، والممبار. بصوا بقى ما شاء الله ولا قوه الا بالله الممبرايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الرز من جوه مفلفل ازاي ومستوي ازاي. ممباري. دي بقى صلصه شطه وفته. انا جعانه قوي. هو العيش بجيبه ناشف ولا انت بتنشفيه؟ لا مش بعرف اجيب العيش ناشف. العيش ده انا بنشفه. بعمل ايه؟ لو انا مثلا مش شغاله الفرن، بروح حاطه العيش جوه الفرن وقافله الفرن، اسيبه مثلا ربع ساعه نص ساعه، بتلاقيه نشف. دخليه الميكرويف 4 دقايق واقفلي عليه هتلاقيه برده نشف. بصوا بحب العيش الناشف ده اكل بيه اي حاجه. ماليش قوي في الحاجات، يعني بحب قوي الطبق ده كده واكل بعيش واكل سلطه. احاول بقى ما اكلش بطاطس محمره شكلها حلو وطعمها حلو، بس احاول معلقه فته واحده. ابقى دقت كل حاجه، ولكن اكل واشبع من هنا. ده بصوا حته لحمه الراس اهو، بصوا عامله ازاي دايبه في قلبك. يا روح قلبي. فين المعلقه قدريه؟ فين المعلقه قدريه؟ والفته بقى بصي الفته دي بقى باقي اول يوم العيد، بحطها في طاسه واقفلها كويس قوي. اجي النهارده اهدي عليها النار واحط عليها اللحمه وازودها صلصه، ما يعرفوش ان هي بايته، وياكلوا بالف هنا وشفا. وانا معوده ولادي ياكلوا الاكل البايت عادي جدا، لان انا بشتغل وببقى جايه من الشغل تعبانه ولازم نقعد نتغدى. فمثلا البسله بعملها على يومين، الفاصوليا اي خضار بعمله على يومين. اجي بس من الشغل اولع الرز ونسخن البسله وناكل. انا معوداهم على كده، ما عنديش لا الفته بايته اصل مش عارفه ايه بايت. لا انا اي حاجه عندي نعمه ربنا وبناكلها. الف هنا عليكم حبيبه قلبي، الله يهنيكي. بصوا الممبار عالمي تحفه. كنتم طيبين يا حبايبي. هاجيلكوا بقى جنى. هاخد الشاشه، هاخد الموبايل
اطلع بره اتكلم، اكمل اللايف مع الناس، ولعي على الشاي وحطي الاكل. افرشي مفرش ما بنتيش. خبر ابيض. تعالوا معايا بقى هنا لحد ما جانا ايه تحط الاكل. خلصي الاكل حطيه يا جانا وناديلي، ولعي على الشاي. تعالوا تعالوا اوريكم عبايه العيد. بصوا ايه رايكم في عبايه العيد؟ صرصوره انتي قمر، وسكر وفرفوشه ونعنوشه وضحكه جميله وشطوره ونضيفه، كل ده ومجتهده. اللهم بارك ما شاء الله. ربنا يزيدك ويقويكي ويبعد عنك الشر، وجوزك بيتحسد عليكي انتي. ربنا يخليكم لبعض ويبعد عنكم الشيطان. ربنا يخليكم ليا. بصوا بقى، انتوا مش متخيلين لما بقرا الكومنتات الحلوه دي حالي بيبقى ايه. شفتوا خلاص جلابيه العيد؟ ايه رايكم؟ تعالوا بقى نقعد مع بعض. وانا رحت فين؟ لا انا عايزه انا اللي اجي اهو. ما بقاش فيه فلتر يا بنات، ما بقاش فيه فلتر. تعالوا. هو الطحال بيتحمر زي الكبده؟ لا، الطحال لازم يتسلق الاول، نسلقه كويس جدا جدا وبعدين نحمره. احلى اكل من ايد احلى ساره في الدنيا. حبيبه قلبي جميله ما شاء الله. العبايه منين؟ من الخواجه. جميله بسم الله ما شاء الله. ام رايه. انا بقى الكومنتات دي عندي بالدنيا وما فيها. انتوا ما تتخيلوش بقى بعد ما بخلص اللايف بعمل ايه. هنقعد مثلا ناكل اللي احنا عملناه، اشرب بقى كوبايه شاي وافضل اقرا في الكومنتات. ببقى مبسوطه قوي يعني، مش بعديها كده مرور الكرام، انا بقراها كلها. اطلعي دايما لايف واتكلمي دايما، انت بتدينا تفاؤل لما بنشوفك. بصوا هقول لكم حاجه، انا حرفيا لو عليا ما اقفلش لايف، لان انا بحب اللايفات قوي. ليه بقى يا ساره بحب اللايفات؟ تنصحي المقبلين على الزواج بايه؟ حاضر. ليه بقى بحب اللايفات؟ بحب اللايفات لاني انا بني ادمه، انا ست، مهما اكون بقى بشتغل او عندي ثقه في نفسي او انا ست. ما فيش ست في الدنيا بتشوف الكلام الحلو اللي انا بقراه منكم ده وما تبقاش عايزه تفضل تسمعه طول الوقت. انا بسمع كلام حلو قوي، بشوف كلام حلو قوي، لدرجه ان انا مثلا لما بخلص اللايف، على فكره انا تعبانه، انا عندي خمول في وظائف الغده الدرقيه، عندي ارتكاريه مزمنه في الدم، يعني انا تعبانه. فانا لما بتلاقي يعني صداع، دوخه، بيتعلق لي محاليل كتير. بس انا لما بشوف الكلام ده، انتوا بتقعدوا تقولوا لي انت بتدينا طاقه يا ساره. لا، انتوا اللي بتدوني طاقه. الولاد مش في البيت يا ساره واحنا زهقنا من غيرهم. راحوا فين يا ام اسماء الولاد؟ بحب اشوفك دايما بتديني باور بجد يا روح قلبي. انا اللي باخد باور منكم. الجو حر بجد. كلميني يا شيف ساره. انا هو يا ام رؤي. هو ايه الصوت اللي بره ده؟ في زنه كده بره. هو انت ليه سكر كده؟ بس فانا لما بجد بشوف كومنتاتكم بقعد اقراها، انا بنبسط قوي. انتي مش مدركين، انا ببقى عايزه اطلع طول الوقت. انتي قمر جدا بسم الله ما شاء الله عليك. وعلى فكره انا كان معايا عبايه زي دي، رحت بيها العمره بتاعتي يا روح قلبي. ربنا يتقبل منك يا حبيبتي وان شاء الله تعودي تاني. عسل يا ساره، بحبك قوي، بحب ادائك. كل سنه وانتي طيبه وبخير يا حبيبتي، ربنا يخليكوا ليا. نهله الشربيني، اخت نهى ولا ايه؟ انتي طيبه قوي، ربنا يسعدك ويفرح قلبك يا رب. بصوا انا هقول لكم حاجه، انا دايما بقول لكم البني ادم ما هو الا مرايه بيشوف اللي نفسه فيها. يعني ايه؟ انتوا إيه؟ مثلا هنقول نهله مثلا او منى او سجا او شيماء. انا بشوف ساره دي حد جميل قوي وحد حلو قوي وحد عشان انا بني ادمه. بصي بتقول ايه؟ بتقول ما لحقتش اشوف اسمها. حساكي صادقه جدا. انت عشان صادقه بتلاقي بتحسي ان اللي قدامك صادق. لكن انا مثلا بشوف بني ادمين، ابقى انا في الشغل مثلا والاقي واحده جنبي بتقول لي ايه، البني ادم ده انا حاساه مش مظبوط كده، البني ادم ده انا حاسه. دايما البني ادمين كلهم هي شايفاهم مش كويسين. انا بقى بحس من جوايا ان اللي مش كويس هو اللي بيشوف الناس مش كويسه، الخاين اللي بيشوف الناس خاينه، الغدار اللي بيشوف الناس غداره. انتوا فاهميني؟ لكن زعلانه من الجزاره عندك يا شيف. ليه بس دول تعبانين عندي قوي والله علشان يرضوكوا. والله دول تعبانين قوي قوي والله. بحبك يا سوسو. فانا بحس ان البني يعني، انتوا فاهميني؟ ما الا يعني انا مثلا كساره دايما بشوف الناس كويسه الى ان يثبت العكس. انا ما عنديش ابدا في حد سوء نيه، بس عندي اني اخلي بالي.
في فرق بين ان انت تكوني ساذجه وبين ان انت تكوني بتحبي الناس واجتماعيه بس ما تبقيش ساذجه. انتوا فاهميني؟ انتوا فاهميني يا حبايبي؟ انا مثلا كساره احب الناس كلها الى ان يثبت العكس. اقول لك على فلانه دي الله اكبر الله اعظم، اقول لك على فلانه دي جميله ودي جميله ودي جميله ودي جميله ودي جميله ودي جميله الى ان يثبت العكس، لحد ما يحصل حاجه من الشخص ده. لكن انا برج الحمل، انا عندي الحاسه السادسه. انا حلمت ان انا وانتي بنطبخ سوا حبيبتي يا حنان. بحب تكبيرات العيد قوي، بحبها قوي، روحانيات بتبقى جميله، وبحبكم قوي والله. عاوزين فرع جزاره في احنا بنجيب اللحوم كلها من المنوفيه، عايزين فرع جزاره هناك في المنوفيه. حلوه بطيبه قلبك وتواضعك، ربنا يبارك فيكي، ربنا يخليكوا ليا ويبارك لي فيكم. وحشيني، كنت مستنيه لايف النهارده وانتي قوي يا لميس، وحياه ولادك ردي عليا. طب ما انا اهو يا حبيبتي، وبعدين ما انا حالف بغير الله فقد اشرك. بحبك قوي 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 قوي. انتي انسانه عسل وبشوشه وضحكتك حلوه عشان صادقه، ربنا يزيدك ويكرمك، ربنا يخليكوا ليا. فعلا ما هو عامل الناس كما تحب ان يعاملوك. ايوه، كما تدين تدان، كما تدين تدان. نفس البرج يا حبيبتي، انا برج الحمل. و بصوا، وبعدين انا الناس تقول لك ايه ساره انت بتامني في الابراج قوي. لا على فكره، انت ليك حظ من اليوم اللي اتولدت فيه، لكن حرام ان اصحى من النوم اشوف برج الحمل بيقول لي النهارده انت هيحصل لك ايه. ده حرام. لا يعلم الغيب الا الله، لا يعلم الغيب الا الله، ربنا بس اللي عالم الغيب ايه اللي هيحصل. لكن احنا لينا نصيب من اليوم اللي اتولدنا فيه، لينا نصيب من اسمنا. يعني انا مثلا اسمي ساره، ساره يعني السرور، يعني اسم ساره ما هو عباره عن السرور والفرح. انتوا فاهمين؟ كل واحده ليها نصيب من اسمها. عشان كده دايما لما نيجي نسمي اولادنا نسمي اساميهم حلوه. انتوا فاهميني؟ نسمي اسامي من القران، فاهميني؟ بس فطبعا لينا نصيب من اسمنا، لينا نصيب من اليوم اللي اتولدنا فيه. ده مباشر ولا رسالتي مش بتظهر؟ يعني ايه مباشر؟ مش فاهمه يا ملك. بحبك قوي يا ساره، قلب ساره يا ابو سيف. يلا يا ماما، يلا يا ماما. مش انا واقفه. يلا يا ماما. بص جنابه عماله تقول لي ريحه كهنه مش قادره. طب نادي لاخواتك والبابا وانا خلاص جايه والله. لا. فرشتي لقه يا دي نينا على لقه. احلى ساره، قلب ساره من جوه. بحبك قوي، ربنا يخلي ساره ويديكي دايما كل النصيب الحلو من اسمك. ربنا يخليك يا سحر. اسم سحر جميل قوي برضو. صديقتي الصدوقه اسمها سحر، وحشتني قوي والله. سحر علي وحشتني قوي 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 قوي. سحر، وايام الجامعه كنا بنقول لها يا سهر. ام نيه صافيه، ام ساره حبيبتي، انا بحبك وبموت فيكي. انصحيني، انا صبيه في البيت قوي يا ساره، نفسي اهدى شويه، انا بحبك قوي. الوقت يا ام اسماء هيخليكي تهدي. الوقت يعني يا باب النجار مخلع، انا عصبيه بشكل مبالغ فيه. جيتي للي ما ينفعش يتكلم ده. انا اقول لك ازاي تهدي؟ ده انا عصبيه جدا. انا كمان برج الحمل ونفس يوم ميلادك. يا لهوي. طنط يا لهوي. لما كنت في الكويت كانت جارتنا مسمياني طنط يا لهوي، لان انا كنت كل شويه اقول لهم يا لهوي حرام عليكم، يا لهوي منكم لله يا لهوي. جايبه اسر كان في حضانه اسمها بامبينو منتصوري، فجايه جايباه من الحضانه وطلع على السلم، فالبنوته بقى بتقول لمامتها طنط يا لهوي اهي، طنط يا لهوي اهي. اتاريهم مسمياني في البنايه طنط يا لهوي. من كتر ما انا بس مع الوقت بقيت بحاول اهدي نفسي شويه. فعلى قد ما تقدري يا ام اسماء حاولي تهدي نفسك شويه. اعملي ايه لما يعملوا مثلا حاجه تجننك، زي مثلا جاسر لما يفتح الحنفيه وما بيقفلهاش، او جاسر وانا عامله الفطيره بالسكر وياكل والسكر نازل على الارض وانا لسه منضفه، او قاسر. اقول لك ايه ولا ايه؟ بتعملي كده قولي ايه يا رب، واقري، يعني اقري قران على قد ما تقدري. يعني عارفه انا عايشه باول 5 ايات واخر 5 ايات في سوره البقره، عايشه بيهم. لدرجه ان ما هو اهي جانا جايه من المنبر، خرجوا بابا ساعد
ماشي. صحته قال لها اصحاب. قال لك اصحى اهو، حاضر. انا كمان برج الحمل نفس يوم ميلادك. انا لاحظت كده العصبيه بتيجي من الضغوط والمسؤوليه، بس انت قمر في كل حالتك، ربنا يخليكي. الضغوط والمسؤوليه، المسؤوليه كلنا عندنا المسؤوليه دي. انا اسمي هايدي كلنا وعايزاكي تظهري اسمي وبحبك قوي حبيبتي يا هايدي. كلنا جعانين. طب انا هقفل بقى علشان كده في شيئين كانوا مختفيين، فلما ريحه الاكل ظهرت. سامعين؟ مستردة. مستردة على ايه يا ياسر؟ ده ممبار يا ياسر، ممبار. يعني هضطر اقفل بقى يا جماعه. مستردة على ايه يا اسس؟ البطاطس، ما نسيت ان انا عامله بطاطس محمره. اوعي تحطي فلتر تاني بيغطي نمش الاجانب الجامد ده. اقسم بالله انا بسمع منكم كلام ما بسمعوش من حد، ربنا يخليكم ليا. بصوا جانا مشيت، نمش الاجانب الجامد، هم كمان بيقولوا لك نمش اجانب العساباني انا وماشيه. كملت وانا حاجه. فروع محلاتي انا عندي محل واحد بس، انا ما عنديش اي فرع تاني. كل الناس اللي حاطه اللوجو بتاعي ما اعرفهمش، ولا عندي محل في المرج، ولا عندي محل في المطريه. وبنروح ننزل اليافطه ونعمل مشاكل ونجيب الحكومه، و3 4 5 ايام وبيعلقوا تاني. ولا ليا اي علاقه بفرع جاردينيا بقالي سنتين. انت البصه في وشك بتفتح النفس على اي حاجه في الدنيا، ربنا يخليكم ليا. انتوا اخواتي، انتوا اهلي، انتوا عيلتي التانيه. هتعملي لايف تاني امتى؟ حبيبه قلبي والله. عارفين يا بنات نفسي اعمل معاكم لايفات واتكلم معاكم في حاجات كتير قوي، بس خايفه والله. يعني انتوا فاهميني يعني. بنات كتيره بتبعت لي بتقول لي يا ساره اتكلمي مثلا عن الازواج. طب مش عارفه ازاي اعمل ايه مثلا مع جوزي. بصوا لما هرشت التهبت ازاي. جلدي صعب قوي، جلدي صعب. ما شفتونيش وانا باخد الحقنه بتاعت خدت حقنه اسمها ايه يا بنات؟ حقنه زي حقنه نضاره كده، حقنه حلوه قوي. كان عليها عرض جميل، وانا عمري ما خدت حقن في وشي وعمري ما عملت الحاجات دي. بس ساعه موضوع التليفون انا دمرت. تحت عيني هنا ده كان اسود طول الوقت، وانا اصلا بنام بدري وبصحى بدري، فما عنديش بقى هالات ولا عندي اي حاجه، ولا عندي وشي فيه اي تصبغات، الحمد لله والشكر لله. بقى وشي يا بنات مبقع، وبقيت حاسه ان انا عجوزه. انتوا بقى كلكم في الكومنتات معظمكم قاعد يقول لي ساره روحي اعملي جلسه تنظيف بشره، وشك تعبان وبتاع. رحت عملت جلسه تنظيف بشره، وانا في مصر عملتها في مره واحده من 3 سنين. جالي اكزيما، ان جالي فطر وبكتيريا، فوشي باظ وقعدت شهرين بتعالج. ف عملنا وايه بقى؟ رحت بقى المكان ده، مكان نظيف قوي لما عملت فيه تنظيف البشره، وادوني حقنه نضاره. اول ما بيحطوا الحقنه كده، لا انا مش هتكلم معايا، ما حدش يشكني. انا عايز تنظيف البشره بس. سكيت بوستر، برافو عليكي يا ساجة، عملتها سكيت بوستر دي، عملتها برافو عليكي. بس حلوه. بس بيقولوا بقى ان نعم يا حبيبي. حاضر يا حبيبي جاي. انا لايف. يا جاسر بطل تبقى، يا جاسر انت بتستفزني. ماشي. لا خدت بتستاف، خدت معاك كاتشب. ايه؟ حطيت البتستاف كاتشب بالهنا وشفا. سكين بوستر، هي سكين بوستر فعلا. عملنا سكين بوستر، انتوا اللي قلتوا لي روحي. بيقولوا بقى النتيجه مش بتبان الا لما تاخدي 3 حقن في 3 شهور، تواظبي عليها يعني كل شهر تاخدي حقنه. فبفكر اكمل ولا ايه رايكم؟ اروح اخد حقنه كمان الشهر اللي بعده. بيقولوا لك بقى ان ده بيبقى ايه، اصل انا ما كنتش بسمع في حاجات البشره دي خالص. فبدات بقى ايه، انا وشي كده اتظبط. وشي كان متدمر من ساعه موضوع التليفون، وزعلت مش على التليفون، على الموقف زعلني قوي. وحسيت ان احنا في معانا ناس مش رجاله. يعني ده مش راجل، ده لو كان راجل ما كانش عمل كده في واحده ست. مفيش راجل يسرق واحده ست، وطويل وعريض. خلي بالك من نفسك وصحتك علشان اولادك، بلاش تفكري في السلبيات اللي تضايقك. واي مشكله اكتر من نص ساعه تفكير ونسيها. بحبك يا سوسو، كلامك حلو قوي. طب ادينا جملتين كمان كده، طاقه ايجابيه كده اي مشكله دي. على فكره انا فعلا المشكله بعد 10 دقايق بنساها.
واخد من جاسر التليفون واتخانق معاه واشيله عينه. بيجي جاسر يصالحني اتصالح وانسى ابنك مش قمر شبهك ليه؟ ليه يا رحاب بس؟ صلي على النبي يا جاسر، ده بيهزروا، جاسر بيهزروا. وبعدين انت اصلا ما بتحبش تبقى شبهي، عشان حلق باسكت. انت راجل بتحب تبقى شبه بابا. عشان حلق باسكت بس. ساره انت احلى بكتير، بلاش لعب في البشره، ما شاء الله قمر من غير حاجه، ربنا يخليكي يا جمان. انت قمر حبيبتي والله، انتوا اللي حلوين قوي. اكل انا عايزه، جانا عايزه تاكل جانا عايزه يا ماما. بصوا ايه بتقول لي ايه؟ ساره سيبك من البشره، انت كده كده قمر، خلينا المهم. بصوا كل ما اجي اطلع من المطبخ انتوا اللي بتدخلوني تاني فيه، انتوا اللي بتدخلوا. عايز طريقه علي ولا البطن؟ انا عندي هالات كتيره، اعمل سكين بوستر، ما اعرفش في الحاجات دي. انا لما بيطلع لي هالات كده من السهر بنام كويس وبشرب لبن وعصير برتقال وبتروح. بتجيبي لبس الخروج منين يا ساره؟ ابعتي لي الطقم اللي عجبك وانا اقول لك جايباه منين. انا ام جنى بحبك قوي يا ساره، حبيبه قلبي يا ام جنى. دي قمر ما شاء الله ربنا يحفظها، ربنا يخليكوا ليا. ده قمر ما شاء الله ربنا يحفظه، ربنا يخليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمة الله. يلا يا ماما. أس نعم. قول لهم كل سنه وانتم طيبين. كل سنة وانت طيب. معاكم آسر الجميل، مع آسر الجميل. نعم. اسر الجميل؟ محدش قال ان انت اسر جميل. هفتح معاكم يعني، لو عرفت افتح تاني هفتح تاني. جاسر قمر ربنا يحفظه. داليا سمير دي اختي، بيقولوا لي جاسر قمر ربنا يحفظه. تتعاكس يا عم، تتعاكس يا عم. هفتح لايف تاني ان شاء الله يا بنات، لو عرفت هفتح لايف تاني هفتح، ما عرفتش لنا الله. باي باي.